السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهارده هنعمل سحور مختلف عن الايام بقى في رمضان، بعيدا عن الجبنه والفول والبيض. هنعمل كروكيت البطاطس والعيش بالجوز. وصفتين سهلين جدا هتحضريهم في 10 دقايق، بس طعمهم مختلف ومميز وبيخلي عندك سحور جديد ومختلف عن سحور كل يوم. يلا بينا نشوف عملناهم ازاي. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير والسعادة يا رب. النهاردة هنعمل سحور خفيف جدا بس لذيذ وسهل وسريع. هنعمل فطيرة الجوز او الخبز الجوز زي ما تسموها. المكونات بتاعتها بسيطة جدا وسهلة جدا، هي تقريبا 3 مكونات بس طعمها في منتهى اللذاذة. وهنعمل كمان باقي الوصفات هتشوفوها دلوقتي. اول حاجة من مكونات فطيرة الجوز عندنا الجوز اللي هو عين الجمل، بس لازم يكون مفروم ناعم كده زي ما انتم شايفين. انا جبت لكم الصحيح والمفروم علشان تشوفوه وتبقوا عارفين. تمام. بصوا لازم يكون مفروم بالنعومه دي اهو، مش عايزاها اكتر من كده. خلاص. المكونات عندي هنا، انا عندي نص كيلو من الدقيق، عليه كوبايه من اللبن. اول حاجه انا بجيب اللبن بتاعي هنا بس يكون دافي علشان يخمر معايا الخميره، وبضيف عليه نص معلقه من الخميره، وبضيف عليه معلقه كبيره من السكر. بقلب طبعا المكونات دي كلها هنا وبسيبها على جنب لمدة دقيقة أو دقيقتين، وبعدين هنشوف هنعمل ايه في الدقيق. الدقيق بقى معايا، أنا معايا هنا نص كيلو من الدقيق، يعني حوالي 4 كوبايات ونص لو انت هتستخدمي الكوباية المعيارية. هضيف عليهم نص معلقة من الملح وبقلب طبعا كده اهو. هضيف حوالي معلقة أو معلقتين من الزيت، مش أكتر من كده. وممكن كمان تستغني عن الزيت لو مش حابة دهون كتير، بس الزيت بيدي العجينة نفسها بتكون هشة وطرية جدا. وبعد كده هنبدأ نضيف الخميرة واللبن ونعجن. انا مش عايزة عجينة طرية، انا عايزة عجينة تكون متماسكة. لو حسيتي انها فيها دقيق ولسه اللبن مش ممكن تزودي ربع كوباية من المية او من اللبن عادي جدا، مفيش مشكلة. انا هعجنها كده زي ما انتم شايفين. هتحتاج معايا حوالي ربع كوباية كمان. هزود ربع كوبايه من اللبن او الميه عادي جدا. في النهايه زي ما قلت لكم مش عايزه عجينه طريه قوي، لا انا عايزه عجينه تكون متماسكه علشان لسه هتخمر وهتبقى معانا حلوه جدا. يعني بعد التخمير بيدخل فيها نسبه هواء كبيره فبتخلي العجينه طريه. اخدت معايا قد ايه؟ اخدت معايا كوبايه من اللبن وحوالي ربع كوبايه من الميه. بنفس الكوبايه اللي انت استخدمتيها في الدقيق استخدميها في اللبن وفي كل المكونات. يعني لازم نوحد المقادير. لو ما عندكيش ميزان، لو عندك ميزان خلاص تمام مفيش مشكله. شويه زيت كده على الوش بلم بيهم العجينه على نقطه صغننه جدا اهي زي ما انتم شايفين علشان الم بيها العجينه. خلاص العجينه اختمرت معانا اهي زي ما انتم شايفين. بضيف شويه من الزيت علشان يسهل عليا الفرد. طبعا مكان متنضف اهي. فرغت الهواء خالص كده وهنزل بيها. هبدأ كده زي ما انتوا شفتوا فرغت الهواء منها، مش عايزة فيها اي هواء. وبقسمها نصين، بعملها كورتين اهو، وبسيبها ترتاح دقيقتين. وبعد كده بنرجع نفردها علشان تسهل معايا عملية الفرد. هسيبها ترتاح وبعدين نرجع اهي. هنجيبها ونبدأ نفردها. ممكن تفردي بايديكي عادي جدا، وممكن تفردي بالنشابة عادي جدا. في الحالتين واحد، يعني دي او دي زي بعض. انا عايزاها السمك كده، مش عايزاها تكون رقيقة قوي. يعني كده حلوة قوي. هنبدأ نحشيها بعين الجمل المفروم زي ما انتوا شايفين اهو. النوع ده من الفطاير خطير جدا يا جماعة في السحور بقى مع جبنة. على فكرة ده حلو جدا وطعمه خطير وهتلاقيه يعجبهم قوي. ممكن مع جبنة، ممكن تتاكل كده مع كوباية شاي بلبن وعلبة زبادي. خلاص احنا كده اتسحرنا وبقينا تمام. بلفها زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو، وبسيبها ترتاح شوية كمان. وبعدين هنرجع نفردها تاني وهنبدأ نلفها كده على الضيق، لفة رفيعة على الضيق زي ما انتوا شايفين. بنقفل خالص عشان ما يبقاش فيها هواء عشان ما تفتحش مننا. وهنبدأ نفردها كده زي ما انتوا شايفين. فردت اول واحدة رشة صغيرة من السمسم. خلاص انا سبتها كده اتخمرت زي ما انتوا شايفين، لان احنا بنخمر مرتين، اول مرة ودي تاني مرة بعد ما فردناها. هندخلها الفرن. الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة من 180 ل 200 حسب فرنك. لازم يكون سخن لان المخبوزات بتحب الفرن سخنة.
طبعا فطيرة الجوز في الفرن بتستوي معايا، وهبدأ بعد كده اجهز كروكيت البطاطس. عندي هنا بطاطس مسلوقة، واحدتين من البطاطس المسلوقة. لازم نسلق البطاطس بقشرها وبعدين نقشرها علشان ما تشربش مني مية كتير، وفي الاخر لما اجهز الكروكيت واجي اسويه الاقيه يفك معايا ويبقى مش مظبوط. هنهرس البطاطس زي ما انتم شايفين اهو. خلاص هي كده نعمت معايا بقت تمام. هبدأ اضيف بقدونس مفروم اهو، وهضيف توم باودر وملح وفلفل بس. اهم حاجه تتعجن معايا كويس علشان الملح والتوابل تبقى في كل البطاطس، وبعد كده هنبدا نشكلها. انا جهزتها وبقت ناعمه معايا. هاخد بقى جزء من البطاطس زي ما انتم شايفين بشكله كده، ابدا افرده على كف ايدي زي ما انتم شايفين، وهضيف الحشوه. انا بضيف هنا لحمه مفرومه، شايفين بحشيها لحمه مفرومه وجبنه موتزاريلا اهي. بقفل عليها كويس جدا، بقفلها كده كده كده، وبعد كده باخد شويه من البطاطس وبحط عليها من فوق وبقفل برضو بنفس الطريقه. تمام. اهم حاجه تتقفل معايا كويس. هناخدها في الدقيق طبعا اهو، دقيق زي ما انتم شايفين اهو. نحطها في البيض وبشوكه علشان هي بتكون يعني بصوا اهي في البقسماط. بنقلب اهو، كبسها كويس في البقسماط. بنقفلها كويس بالبقسماط زي ما انتم شايفين، وبعدين بناخدها على زيت سخن جدا. هتشوفوا دلوقتي على طول. يلا بينا نشوف عملنا الباقي ازاي. كده خلصناها، الزيت سخن، هننزل بيها في زيت سخن جدا، ولازم الزيت يكون سخن جدا معانا اهي، اعلى درجة حرارة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش اعملوا لايك وشير وسيف للفيديو وشير كتير جدا.